نبدا بالهذاك اللي جاب لك الخبر، نبدا به هو الاول. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال جبت لنا الخبر على فلان، حبس دقيقه كيما راك، اين نعيط له في الهاتف ويعود يقول لك حبس ما نعيطلوش. لا نعيط له اسيدي، انت تدير الخير ولا لا؟ ما تقوليش ما نقولوش ولا. يقول لك لو كان تقول له تخسر انا وياه، انت حابني نتخسر معاه وماكش حاب تخسر معاه انت. تسمى الان كاين واحد النظريه، وحنا المصيبه تاعنا اننا كل هذا الشر العظيم، الغيبه، النميمه، البهتان، كل هذا نغطيوه بالعواطف، نعطوا له واحد اللباس بالعواطف. نحب لك الخير وانا والله لا مسمى من البارح ما لقيتش وغاضتني كيفاش يهضروا فيك وكذا وفلان وكذا، ورد بالك كاين ناس عندها زوج وجوه، بالك هم يهضروا معك هكذا. دائما عندنا هذا الامر هذا الكلام هذايا، احنا هو عاطفه كلام جميل، احنا نغطيو به ونحبوا طبعه، غيبه نميمه كذا. وش هذا؟ والغيبه كي نغتابوا الناس واش يديروا؟ نغتابوهم ونقولها له في وجهه، روح قولها له في وجهك، لا تقولها لنا لينا احنا، ما نسحقوهاش حنا واش نديروا بها. هذا ما تسمعلوش نهائيا، ما تتبين، ما تكسر راسك. هذا اطرده طردا. اي انسان راح ينمم ليك راح ينمم عليك. قال الحسن البصري: من نمم لك نمم عليك. وقال كذلك: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. للنمام لذلك ربي سبحانه وتعالى باستعجال اونيرجونس كما يقولوا قدم له العذاب تاعو في القبر. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقبرين فوجدهما يتعذبان، وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. راهم يتعذبوا في حاجة انتم راكم دايرينها صغيرة. قال: وما يعذبان في كبير بالنسبة لكم أنتم، راكم دايرين حاجة تاع ماهيش مشكلة عادي، وراكم تجوزوا فيها وما راكمش فايقين لروحتكم. هكذاك النمام كي يجي يقول لك: شوف والله ربك حرت كيفاش نجيبها لك، وانا تسمى حبيت لك الخير، وكان ماشي انت والله ما نقول لك، كان جا واحد اخر الله خليه يتهرد، وانما جبتها لك ليك انت يا خاطرش يعني والله ما نحب عليك، كي يهضروا فيك انا كي يهضروا فيا، رد بالك فلان يقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا. نمام، والله نمام، مشاء بنميم. هذا مشاء بنميم يريد الشر والعياذ بالله. يقول لك هذا الكلام وانت واش درت؟ دافعت عليا ولا ما دافعتش عليا؟ ماذا قلت انت؟ وش جاي دير عندي هنا؟ دافع عليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاو الحل مليح شباب: من ذب عن ظهر اخيه بظهر الغيب. خوك وغايب وهم يتكلموا فيه، انت دافع عليه، ماشي تستنى تعمر مليح وتروح تديها له. رجولتك ودينك يفرض عليك ماذا؟ وفاءك، الصداقه، وفاءك لاخيك يفرض عليك انك اذا سمعت النميمه تذب عن وجهه هذاك الخير عن ظهره. قال: من ذب عن ظهر اخيه في ظهر الغيب، عن عرض اخيه في ظهر الغيب، ذب الله عن وجهه النار يوم القيامه. ربي سبحانه وتعالى ما يخليكش تدخل النار يوم القيامه. علاه؟ لانك انت كنت تدافع على خوتك في ظهر الغيب، هو ما على بالوش، خليه ما على بالوش، خليه مليح مع هذاك اللي هضر عليه. هضر عليك فلان، هذا هضر عليك وهذا راه غايب منا ما سمعوش، انا ندافع على هذا ونخلي هذا وهذا لبس بهم بيناتهم، ما نقولوش واش قال فيك. أنا فريتها معاه خلاص، أنا يندب راسي، أنا هو المحامي تاعو في ظهر الغيب. قل له: اتق الله في فلان، اتق الله في الإنسان هذا، يكره غايب مسكين وتحب حاجة تسقمها له، روح قولها له في وجهه: اتق الله، ولا تذكر عيب أخيك وتذكر عورة أخيك أمام الناس. لما تقول هذا الكلام تحتاج النميمة